اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى حاجة حلوة كده على السريع، مش هتاخد وقت مننا خالص، والولاد هتعجبهم جدا. يعني عندك شوية فول سوداني ومعلقتين كاكاو، يلا بقى تعالي معايا وهنعمل أحلى حلا كده على السريع والولاد هيموتوا فيه. شايفين جمالها عاملة ازاي؟ وطعمها لذيذ جدا جدا جدا. شايفة الجمال؟ الله الله الله، لازم تجربوها يا جماعة. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف احنا عملناها ازاي. معايا بضاية، هنحط عليها 2 باكت من الفانيليا، وهنحط عليها نص كوباية من السكر. وبعد ما نحط نص كوباية من السكر، الأفضل ليكي إنك تدوبي السكر مع البضاية الأول، ما تعمليش زي كده، لأن أنا قلت إيه هدوب بقى كله مع بعض وخلاص. بس للأسف الخليط كان تقيل جدا معايا، فأنا ما كان صعب عليا إن أبوشه في بعضه أو أخلط الخليط كويس في بعضه. طبعا أنا حطيت رشة صغيرة من الملح، وحطيت معلقتين كبار من الكاكاو الخام ومعلقتين كبار من اللبن البودر، وهنقلبهم كويس جدا لحد ما الخليط يبقى زي الشوكولاتة كده تقريبا. بس للأسف زي ما أنا قلت لكم، يعني لازم تدوبي البضاية بالسكر الأول. أنا بقى معايا كوبايتين من الفول السوداني، هنقلبهم بقى كده، أو ممكن برضو ما تعمليش بالكاكاو زي ما أنا عملت كده والبيض. ممكن تعملي يعني الشوكولاتة خام كده، تسيحيها على حمام بخار أو في الميكرويف وتحطها على الشوكولاتة بشوية فانيليا وخلاص كده، ومش هتدخل الفرن كمان. انما انا علشان حاطه بيض وكده لازم ايه ندخلها الفرن. انا خلطت الخليط كويس جدا، جبت صينيه حطيت فيها ورقه من الزبده، علشان طبعا انا لو حطيت في الصينيه كده هيلزق معايا المكعبات دي او القطع دي هتلزق مش هعرف اطلعها يعني. انما بورق الزبده بيسهل عليا الموضوع جدا ان انا اخرج القطع من الصينيه. طبعا انت ممكن تشكليها صوابع، ممكن تشكليها دواير، اي حاجه انت حباها. ما ننساش بس يا جماعة نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. طبعا انا هشكلها دواير كده صغيرة، ممكن انت بايديكي كده، اي نعم هي هتلزق في ايديكي بس يعني ايه، هتسهل عليكي الموضوع. هتكوري وتفرديها كده وتعمليها دواير حسب ما انت حابة، يعني اسهل من لما انا بعمل كده. تمام كده. وهندخلها بقى على ايه في الفرن على درجة حرارة 160، يعني ممكن تقعد ايه 10 أو 12 دقيقة بس كده، ما تطوليش عليها في الفرن علشان خاطر ما تتحرقش منك، ولو اتحرقت هتمرر. فانتي تخرجيها يعني ممكن 10 أو 12 دقيقة وتخرجيها على طول من الفرن. تمام كده يا حبايبي، هي كده خرجت من الفرن وبردت كمان. شايفين عاملة ازاي؟ جميلة جدا. يعني السوداني بالشوكولاتة كده بقى حاجة سريعة كده للولاد، تحلية سهلة وسريعة جدا، مش هتاخد منك وقت خالص. طبعا انا وانا باكلها كده شفت عاملة زي الحلاوة العلف والحاجات دي، هي زيها كده. بس برضو هكرر تاني، ما تطوليش عليها في الفرن علشان خاطر ما تتحرقش منك. شايفين جمالها من جوه عاملة ازاي؟ طعمة جدا ولذيذة جدا جدا، ومش مكلفة خالص. حاجة حلوة كده. عملنا كام قطعة كده؟ 15 قطعة تقريبا في ثواني، مبتاخدش وقت خالص. شوية فول سوداني هيبقوا مجروشين كده، هتكسرهم بالكوباية أو في الكبة وهتطلعي أحلى حلا على السريع كده للولاد. شايفين جمالها عاملة ازاي؟ جميلة جدا جدا يا بنات، لازم تجربوها. ما ننساش بس نعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا وشفا للي يجرب.